هذا سعد رضي الله عنه، سعد صاحب المواقف الجزلة، سعد مفتاح دخول الإسلام في المدينة. يوم بعث عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير سفيرا بالقرآن يعلم الفئة القليلة المؤمنة من بيوت أهل المدينة الإيمان والإسلام قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، اجتمع قادة الأوس والخزرج يتحادثون بشأن مصعب وما بدأ يدخله عليهم من دين غريب على بيوتهم وأهليهم، فاتفقوا على أن ينهوا شأن هذا الرجل. فقام أسعد بن زرارة وهو ابن خالة سعد وقال أنا أكفيكم إياه، وانطلق إلى مصعب، فلما أقبل عليه أسمعه مصعب رضي الله عنه شيئا من القرآن فشرح الله صدره فأسلم. فحمل أسعد هما لابن خالته سعد بن معاذ أنه ينتظر الجواب، وقد عاد أسعد بعد أن ذهب ليرد مصعبا عن دينه فإذا به يدخل في دينه. فلما عاد أسعد رضي الله عنه إلى المجلس الذي ينتظره فيه سعد وأقبل، قال سعد والله لقد عاد بغير الوجه الذي ذهب به عنكم. فلما أقبل سعد سأله ما صنعت بالرجل؟ قال تحدثت إليه لكني أرى أن تسمع منه وتحدثه فإنه أولى بك، وما أراد إلا أن يناله من الخير والإسلام ما ناله هو رضي الله عنه. وكان كذلك، فأقبل سعد على مصعب فسمع القرآن فشرح الله صدره فأسلم. لكن القصة بدأت منذ إسلام سعد، عاد إلى النادي الذي يجتمع فيه أصحابه وكبار القوم من الأوس والخزرج، فنادى فيهم أي أمر تعهدونه عن سعد بن معاذ؟ فقالوا السيد المطاع. قال ألا فاعلموا أن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا الإسلام هذه الليلة. فقاد بيوت أهل المدينة للإسلام في ليلة واحدة، وانقاد أهل الأنصار بالإسلام بمقولة سعد وثبات سعد وشدة رباط جأش سعد رضي الله عنه، ودخلت المدينة وبيوتها عدا بيوتا معدودة دخلت في الإسلام بموقف سعد. هذا سعد صاحب المواقف الثابتة والإيمان الراسخ، هو الذي حكمه النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة، فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم رجالهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وتسلب أموالهم. فلما قضى حكمه قال له النبي عليه الصلاة والسلام والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 طباق. هذا سعد سيد الصحابة والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، مات بعد تحكيمه في غزوة بني قريظة، بعد تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام إياه لما حصل في أحداث تلك الغزوة، فأبرد الله قلبه مما كان يحمله من الغيظ على مواقف اليهود الخبيثة بالمدينة، لأنه قال وقد دعا ربه قبل الغزوة ألا يميته حتى يشفي الله قلبه من خبثهم وعدائهم، فحكم فيهم بما حكم. قضى سعد نحبه من إصابة بلغته في تلك الغزوة، وانتفض جرحه فمات، وقد أمر عليه الصلاة والسلام به أن يطبب في المسجد ليكون على مقربة منه لعظيم منزلته في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما مات ولم يعلم صلى الله عليه وسلم بموته أتاه جبريل عليه السلام من السماء فقال أي عبد صالح مات فيكم اليوم؟ ولم يكن يعلم عليه الصلاة والسلام بموته، فاستغرب من السؤال، وأخبره أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد. خرج عليه الصلاة والسلام يجر ثوبه يأتي خيمته يقول لأصحابه يحثهم يقول أدركوا جنازة سعد لا تسبقنا إليه الملائكة. بقي أن تعلم أن سعد بن معاذ ليس له في تاريخ الإسلام إلا 6 سنوات فحسب. أسلم وعمره 30 سنة، واستشهد في غزوة بني قريظة وعمره 36 سنة. في 6 سنوات قدم سعد لدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم ما قدم، حتى اهتز عرش الرحمن لموته. وأحدنا اليوم يعيش من عمره 20 سنة و30 سنة و40 سنة، وربما ما قدم شيئا لدينه ولا لأمته، بل بعضنا والله لا يزال عبئا على دينه وأمته، والله المستعان. عندما تمر بك مواقف هؤلاء السادات الكرام من صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام،
فأقل ما يحرك في قلبك ذلك الجمود الساكن الذي وقف بنا سنين عددا. فلا أحدنا تقدم في إيمانه ولا خدم دينه وأمته ولا بذل من أجل ما يمكن أن يشفع له يوم يلقى الله بصحيفة تسر الناظرين يوم يلقى الله. لكن سعدا قدم في سنوات معدودات ما تجاوزت ال6 سنوات ما جعل وفاته وقعا عظيما ليس لأهل الأرض فحسب ولكن لأهل السماء أيضا.